السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدور عليها مش قادرين توصلوا له، عارفين الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو، شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه، وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافة كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديدة اللي بتسهل عليك حياتك، وتطبيقات جوجل اللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تتبع الرسائل دوج 6. التطبيق ده مساحته 12 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بمراقبة الاباء والامهات لابنائهم لبناتهم لاخواتهم الصغيرين، لكي واحد عايز يتتبع اخته الصغيرة، اخوه الصغير، اي حد حابب ان واحد زوج حابب يتتبع زوجته، اي حد مهم في حياتك حابب انت تتبعه وتعرف بيعمل ايه، بيكلم مين، آه مكانه فين، بيروح فين، بيجي منين، الكلام ده كله بتقدر ان انت تعمله من خلال التطبيق ده. بتقدر ان انت من خلال التطبيق ده ان انت تحمل التطبيق ده على الموبايل بتاعك وعلى الموبايل التاني عشان تعمل لهم كونكت ببعض. بعد كده بيجيلك اشعارات اولية او اول باول باي حاجة بتحصل جديدة. يعني مثلا الموبايل اتوصل له نت دلوقتي او اتفصل من عنده نت دلوقتي، الموبايل البطارية فيه مثلا 10% وقرب يفصل، الموبايل فيه رسالة واتساب لسه جاية دلوقتي، الموبايل فيه رسالة ماسنجر، الموبايل تقدر تخش على اليوتيوب او الفيديوهات اللي بيخش عليها ابنك او بنتك او الشخص اللي انت بتعمل له تتبع. تشوف الفيديوهات اللي بيخش عليها، بيتفرج عليها، المواقع اللي بيخش عليها على جوجل، مين الاصدقاء اللي بيكلمهم، مين الناس اللي بيكلمها، جهات الاتصال، الواتس، الماسنجر، الفيس، التليجرام، الانستجرام، اي حاجة على الموبايل بتاعه حابب انت تعرفها. بتقدر كمان من خلال التطبيق ده ان انت تقفل الموبايل بتاع ابنك، بحيث ان هو مثلا جه وقت نوم او جه وقت مذاكرة او وقت دراسة او كده، تقدر ان هو يخليه ما يقدرش ان هو يفتح اي تطبيقات ولا يفتح اي مواقع ولا يفتح اي العاب، ويبقى الموبايل بالنسبة له يا دوبك اقصى حاجة يعملها ان هو ممكن يرد على المكالمة. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ما فيهوش لغة عربية، بالاضافة ان كمان في بعض ما الناس بتشترك على التطبيق، وده حصلت مع اكتر من شخص. التطبيق مش بيديك اي اوبشنز جديد، يعني كل اللي انت بتاخده مثلا في النسخة المجانية، اي نعم بقى بتزال من عندك الاعلانات، مش بتاخد اي اوبشنز جديد. ده كده الغرض والمميزات والعيوب بتوع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق فاي تحت اسم تحت الساعات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.